شنو هما الحوايج اللي تقالوا في داك البودكاست اللي ما وقعوش؟ السي المقاول، شوف صاحبك شنو قال. انا كنقولها لدابا عطينا مليون دولار لهاد القضيه اكثر من الفلوس تاع الانفستيسمون تاع التطوير. هاك سير، لان بالنسبه لي غدا راك مربحني. تقدر تدور على الكليام تولي غتخلص مونطلي. والله لا دخلتي بهاد الكونديسيون اللي راك فيها نتايا، وكنعطيك حوايج اللي ما عندكش. كنفكر بلاصتك باغي نلقى لك حلول. باش تفهم شنو كيوقع في العقل ديالو، وفي نفس الوقت توضح فين كاين التلاعب وكيفاش كيتجنب المسؤولية وكيخلي الناس ديما في دائرة التوهان. أولاً، الأسلوب العام يساوي تخدير جماعي تألي توجيه نفسي. الصفراوي ماشي كيهضر مع الناس باش يفهمهم، بل كيهضر باش يبقاو تابعينه ويحترمون بلا ما يسولو بزاف. تقدر تدور على الكليام تولي غتخلص مونطلي. والله لا دخلتي بهاد الكونديسيون اللي راك فيها نتايا. كيتكلم بحال انا خدام عليكم، انا كنغير عليكم، راك ماشي خاسر، بالعكس راه كلشي واضح وشوف بعينك. كيوصلوني دي ميساج في انستغرام خويا راه حنايا داكشي ما منوش. داري اي يا صاحبي، انت راك كتجري بموتور 60 والاخر فايت عليك 1250 فهمتي يعني. ولكن في الحقيقة كل هاد الهضرة كتخدم على حاجة وحدة، تدخلك في دوامة نفسية تخليك حاير دايخ وشاك في قراراتك، وهو كيبان كأنه المنقذ الوحيد. وكنعطيك حوايج اللي ما عندكش. كنفكر بلاصتك باغي نلقى لك حلول. أبرز التلاعبات النفسية اللي دارهم: واحد، الاستقواء العاطفي. جلست مع الدراري كنحاول شنو المشكل. كاين مشكل واحد هو هذاك اللي عندك هنايا من الاخر. وسمحوا لي الشباب، شي مره كنفوت الحدود ديالي، وكرا اقسم بالله العلي العظيم الا الغيره ديالي عليكم هي اللي كتخليني نهضر هكا. ما انا راه كاع ما طالع لي والو من هادشي اللي كاين. أقسم بالله العلي العظيم غير الغيرة عليكم هي اللي خلاتني نهضر هكا. هذه تقنية سميتها استغلال المشاعر. كيبان كأنه كينفجر غير من كثرة المحبة، ولكن الهدف هو التخويف اللي كينتقدوه وتثبيت صورة المجاهد الصادق في بال الناس. كيوصلوني دي ميساج في انستغرام خويا راه حنايا داكشي ما منوش. ثانياً، تضليل بلغة غامضة. عارف باللي كاينه واحد لانفلونس اللي خرقات الاوراق نتاع بزاف نتاع الناس. ما غاديش نقول لكم هادشي من جاي ما يهمش، تمام؟ انا مخليه عارف شكون اللي داير هادشي ومخليه يشوف، تمام؟ شوف، ماشي وقت الشك، كاين انفلونسر بقلوراق، نخدمو باش نبقاو بوزيتيف. هنا الهضره كتكون مطاطيه ومبهمه ماشي واضحه. واش شكون هاد الانفلونسر، واشنو هاد الوراق، وفين هو الدليل؟ الهدف هنا هو زرع وهم الخطر الخارجي باش الناس يبقاو في صفو ويعتبروا اي واحد ضده عدوهم. هذه سميتها النظريه عدو المشترك، كيخلق عدو وهمي باش الناس يبقاو تحت جناحه. كاين واحد الناس اللي باغيه غير تزرع فتنه. ثالثا، الخلط بين الاعتراف والمسؤوليه. غلط اللي كنت ارتكبته ونعاود نقولها حتى هذا من اغلاط اللي درتها. وسكيلي درت واحد لا كونتيتي كبيره في واحد الظرفيه. شنو كانت النيه ديالي انا من هذه الخطوه؟ وندير واحد لا كونتيتي ونسد ونفوكيسي على هاد لا كونتيتي ونخدمها. انا درت خطا، لكن راه كنت باغي ندير الخير. انا سديت باش نرجع نخدم مزيان. الخطا راه كنت باغي نسكيلي. هذه خدعه نفسيه معروفه سميتها الاعتراف المزيف. كيبان انه كيعترف بالغلط، ولكن ما كيعترفش بالضرر اللي تسبب فيه للناس. لا تعويض لا اعتذار، غير هضره زوينه باش يبقى نقي. وانا ما كنفهم حتى حاجه الاخوان في الدومين. رابعا، اسقاط اللوم على الاخرين. كاينه فئه باغا تزرع الفتنه، كاين اللي ما عارف لا يتيقني لا يتيقهم، كيخلي الناس في معسكرات نفسيه باش ما تبقاش الثقه في حد. النتيجه هو الوحيد اللي الثقه. كاين واحد الناس اللي باغيه غير تزرع فتنه وهي قليله بزاف، تمام؟ ما عندهاش الربح. شوفكم تخدموا بوزيتيف وكذا، ان صافي يأس. كاين واحد فئه اخرى اللي مآمنه بالبروجي، تمام؟ وعارفه وحداها ناس قابلها ولا كذا ولا كذا وغاديه، تمام؟ غاديه غادي دير. وكاين واحد الفئه اخرى ساكنه ما عارفاش، ما عارفه لا واش تبقى تثق الصفراوي لا واش تثق هاد الناس لا كذا، تمام؟ وهاد الفئه الثالثه هي واحد 60%. هذه سميتها نظريه العدو المشترك، كيخلق عدو وهمي باش الناس يبقاو تحت جناحه. درتي مايند مابينغ. خامسا، تصغير الشكايات والضحايا. راه لا كونتيتي كانت بزاف وسديت باش نخدمها، ماشي كلشي كان غلط، غير اللي تضر شويه. هنا كيحاول يشرع عن الفوضى اللي وقعت وكأنه شيء عادي، بينما في الواقع ناس خسروا فلوس، ناس تعقدوا نفسيا،
ناس تورطوا قانونيا. شنو هما الحوايج اللي تقالوا في داك البودكاست اللي ما لقاوش؟ سادسا استعراض البنية والمعقد الوهمي. عندنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 تيم ديال السيبور، شركاء مع فيسبوك مع إيزوويك مع جوجل. هنا سميتها السلطة المصطنعة. كيدير هيكلة وهمية باش يعطي الانطباع أنه مشروع عالمي احترافي، بينما الحقيقة أنه كل شيء كيدور في مجموعة ديسكورد فيهم الناس تالفين وما فاهمين والو. اماندا باقيه بدائيه. اوكي. ثالثا التناقضات والخلل النفسي اللي كيبان. في مرة كيهضر بثقة أنا خدام عندي الحل الأمور واضحة، وفي مرة كيبان كيهرب أنا ماشي واو ما كنقدرش ماشي كل شيء واضح. هاد التقلب العاطفي كيبين حالة ديال لا استقرار النفسي. وكرا اقسم بالله العلي العظيم الا الغيره ديالي عليكم هي اللي كتخليني نهضر هكا، ما انا راه كاع ما طالع لي والو من هادشي اللي كاين. في حين الواقع الحمد لله لعبت كلوز اب 20 مليون تاع الدولار. قلتها للدراري كبار في الواد صعيب اللي غيكون كلوز اب 20 مليون. ما كانش عندي بادرة. أو الدفاع المفرط، يعني تيعرف باللي غرق ولكن ما قادرش يعترف وكيبقى يدور في بلاصة وحدة. رابعا علاش الناس كتصدقوا رغم كل شيء؟ كيعطيهم امل بلا ضمان، كيدخل الدين والعاطفه في الخطاب، كيخلق مجتمع مغلق ليفل سيكوريتي سيبور باش يحبس التساؤلات، كيتحكم في الزمن غادي تشوفوا النتائج ولكن ماشي دابا. اذا السلوك ديالو استعراض الغيره، القسم، الدراما، خلق ارتباط عاطفي مزيف، غموض، تدوير وخلط المواضيع، منع الفهم وخلط الوراق، تحكم، تقسيم الناس، تمييع المسؤولية، تبرير، أنا باغي الخير، مسح المسؤولية الحقيقية. إذن الخلاصة العملية، الخطاب هذا فيه كل عناصر التلاعب النفسي. يخليك تحس بالذنب، يشككك في اللي معارضينه، يلهيك التفاصيل، يبقاك داير في دائرة غادي يجي الخير، ولكن النتيجة فلوس مشات، وقت ضاع، نفسية تخسرات، وحسابات ادسنس تبلوكاو. ما كانش عندي بادرة. الخطاب ديال الصفراوي كيحتوي على بزاف ديال المؤشرات النفسية والسلوكية اللي كتدل على أن الراجل كيمارس تلاعب منظم ومبني على تقنيات نفسية كلاسيكية باش يتحكم في المتابعين ديالو ويهرب من المحاسبة. غادي نعطيك تحليل عميق وواضح باش تفهم فين كاين المشكل وفين كاين اللعب بالدماغ. انا بغيت نعرف. أولاً طريقة الهضرة إيجال استراتيجية دفاع نفسي وهروب من المسؤولية، بين ندركو الشمس بالغربال. واش ندرقوا الشمس بالغربال؟ تمام. بداية اعتراف ضمني باللي كاين مشكل كبير ما يقدرش يخطيه، ولكن مباشرة كيتبعها بأسلوب القتال. دوك انا كيفاش خديتها؟ حيت هذه واحد المعركه غادي ناخذها خدمه. تمام، غادي ناخذها خدمه، غادي نعاود نرتب كاع الاوراق ديالي اللي كنت غادي بها، يا غادي ننتصر يا غادي ننتصر. هادي معركة، غادي ننتصر يا ننتصر. هادي سميتها الاعتراف الموجه، كيعترف بالمشكل ولكن بدل ما يعترف بالذنب كيحولها تحدي بطولي. ثانياً خلق عدو خارجي وهمي. ما غاديش نقول لكم هادشي من جاي ما يهمش. تمام، انا مخليه عارف شكون اللي داير هادشي ومخليه يشوف. تمام، ما كيذكرش شكون، غير كيلمح. هذه طريقة كلاسيكية ديال التلاعب، خلق عدو خارجي باش يجمع الناس تحت رايته ويفرغ المسؤولية من راسو. كيستعمل هاد العدو باش يقول للناس راكم ضحية ديالو ماشي ديالي. ثالثاً استراتيجية الفئات الثلاث، كيقول كاين 3 فئات: اللي باغين يخلقوا الفتنة، اللي مؤمنين بالمشروع، اللي حايرين. الهدف كيعزل المنسقدين ويحطهم في خانة الأشرار، كيدير دعم نفسي للفئة الثانية، وكيحاول يربح الفئة الثالثة بالخطاب المهدن، وكيقول لهم أنا خدام عليكم، غادي توضح الصورة. هنا كاين تلاعب نفسي مباشر وسميتو التقطيع استراتيجي للجمهور.
شفت كاع داكشي اللي يقدر يوقع، هذا وقع له مشكل مع هذا، تانسبيريت من البروفيسور، درتي مايند مابينغ. شحال ديال الوقت خدالي؟ رابعاً، الهروب من المسؤولية بإقناع نفسي جماعي. كيقول أنا درت أخطاء ولكن النية كانت زوينة. كيقدم راسو كضحية للظروف مع أنه القائد المسؤول. كيقول سديت المشروع باش نخدم، ولكن الحقيقة هي أن الضغط ديال الفضح خلاه يسد. ما عطى لا اعتذار للضحايا، لا تعوليد، لا تصحيح صريح. هذا سلوك سميته الاعتراف المفرغ من العقوبة. الغرض منه هو ترميم الصورة بلا ما يؤدي الثمن. خامساً، تضخيم الذات وتضخيم النظام. كيهضر على ليفل 3، موديراسيون، جروب 10، الألف إلى الياء، الباجات، الفلوس، البنيات. الهدف هو خلق وهم النظام والاحترافية باش الناس يقولوا هاد الشي منظم. بدينا ننافسوا ديك اماندا اللي ما بداتش تدخل، وديك اماندا باقيه بدائيه. اوكي. المراكنه رجعوا عارفين هاد القضيه، فدارت جروب وكتاتاكي فيه الدراري. في حين الواقع عشوائي ومرتبك. سميتها أوهام الاحتراف illusion of structure. سادساً، التحكم في الزمن والتسويف. بزاف ديال العبارات بحال نشوفوا اليوم 24 بوست واش خدامين ولا لا، نشوفوه الشهر الجاي إن شاء الله، أنا كنخدم باقي ما بانش ولكن غادي تبان. الهدف هو يربح الوقت ويخلي الناس ديما مستنين. ما كيعطي حتى نتيجة في الحين، ولكن كيواعد بالغد السعيد. هنا كاين ما يسمى بالإدمان على الأمل المزيف. سابعاً، إغلاق باب الشك بالنفي المسبق. كيقول ماشي أنا اللي قلت، أنا ما خصنيش ندير الخطأ ديال المرة اللي فاتت، ما غاديش نجاوب على داك الشي اللي جا. هذا كله باش يسد باب الأسئلة ويقول للمتابعين راك ماشي خصك تسول، راك خصك تخدم. هذه سميتها الوساية النفسية. ثامناً، العاطفة كغطاء. أنا غيرتي عليكم هي اللي خلاتني نهضر هكا، أنا بغيت غير تخدموا، أنا راه خدام ليل ونهار عليكم. كيهرب من كل عقلانية وكيدخل في الدور ديال الأب العاطفي باش يقول للناس ما تحاسبونيش، حاسبونيتي. الخلاصة النفسية تشتيت الانتباه، ما يبقاش هو المشكل. الاعتراف المزيف تهدئة الغضب باش يبان إنسان متواضع. تقسيم الجمهور، السيطرة على الشكوك باش يخلي الناس في صنادق. العاطفة بدل العقل، تعطيل التفكير النقدي باش يخليهم تابعينه بالعاطفة. تعقيد الخطاب، الغموض المتعمد، ما يبانش فشل المشروع. تحذير الآخر، الصفراوي كيمارس تلاعب نفسي ممنهج مبني على الغموض، العاطفة، التسويف، تقسيم الناس وتحويل الضحية المذنب. وهذا الشيء خطير بزاف على الشباب اللي باقي ما فاهمش كيفاش كيتصرفوا هذا النوع ديال الشخصيات. الضحايا ما خصهمش يسكتوا، وخاص توعية واسعة باش ما يتكررش نفس الخطأ. مازالين في التحدي السي المقاول، ومازال الخير القدام.